في يوم من الأيام والطلاب قاعدين بيذاكروا في أمان، والمواد العلمية كلهم أصحاب. بس فجأة ظهرت إيد مجهولة خطفتهم كلهم وخدتهم لمكان ضلمة ورمتهم واحد ورا التاني بقوة. مرة واحدة ظهر نور من مصدر مجهول، وظهر عالم جديد عايز يعمل تجربة. حصل انفجار وشعاع مش مفهوم، وبعدين ظهر كائن عبارة عن مزيج منهم كلهم. لكنه شرير. وتمت الموافقة على المادة الجديدة وهي الانتجريتد ساينس. وفي يوم تاني والطلاب في المدرسة ظهر عليهم كائن، ولكن بشكل مرعب، والكل بيجري ومذهول. والمدرس ابتدى يشرح، وبمجرد كتابة اسم المادة الطلاب انبهرت، ومحدش فاهم حاجة ولا حد عارف يذاكر، ولحد ما ظهرت دكتور ناهد وقفت في مواجهة مع الانتجريتد ساينس. قدرت تتغلب عليه في الجولة الأولى وصغرت حجمه، وتاني جولة ابتدت المعركة، ولكن في الآخر قدرت تتغلب عليه. كل الطلاب فرحوا، وبدأت دكتور ناهد تشرح ليهم المادة بكل بساطة. هتركز ولا اطلع لك في كوابيسك بقية حياتك؟ حسيتهم من شرحها إنهم جوه الكتاب وتجاربها العلمية اللي بتشارك بيها الطلاب. ونجح الكل بتوفيق ربنا ثم مساعدة دكتور ناهد. مبقتش مجرد سنة دراسية، دي رحلة ممتعة وذكرى حلوة، وبس كده. هتركز ولا اطلع لك في كوابيسك بقية حياتك؟